بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة منوعاتي في بيتي. معكم أم إلياس. كي راكم دايرين؟ كيف هي أحوالكم؟ مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله أنا بخير وجبت لكم قاع هذا الخير. هذا الخير اللي راكم تشوف فيه هو القمح. اليوم راح ندير لكم تشيشة مفلقة. نقبضوا القمح نصيروه في الصيار اللي عيونه كبار اللي هو تاع البركوكس ولا المردود، باه تطيح الحبة اللي مقسومة، الحجرة الصغيرة اللي فيه الصفا الكيكوط هذاك الكحل. وهكا نكونوا نقيناه غير بالسيار، ما نغسلوهش حتى كي نبغوا نطيبوه، لانه القمح تاع التشيشه مفلقه ما يكونش مغسول. باش الحبه تطحن مليح ومن بعدها سموها مفلقه، تتفلق كي تولي كيما هكا في القرويشه، ولا تتفلق كي تولي ثاني طيب. التشيشه مفلقه عندنا هي رمز للافراح وفيل. كي يولي عندنا الصبي راح يقعد على 5 شهور نقعدوه ونديرو له تشيشه مفلقه نفرحوا بيه. كي يحفف فاني الصبي الصغير يحفوا له راسه لاول مره شعره، نديرو التشيشه باه كيما تتفلق التشيشه ينبت الشعر تاع الصبي الصغير. اما على الافراح والاعراس كي نبغوا نعلقوا العلام تاع العرس، معناتها بدايه العرس والاعلان عليه، نديرو في ذاك الغداء اول وجبه هي التشيشه مفلقه. كي نطحنوها ونكملو نصيرو التشيشه تبقى لنا من الفوق المفلقه، واللي يهود تحت ذيك الرطبه بزاف بزاف، من بعدها نستعملوها. التشيشه مفلقه كي تبغي تشريها من الحانوت اللي راهم يبيعوا تاع الاعشاب يبيعوها، ماذا بيك ما طيبيهاش حتى تصيريها، لخاطش هما يخلطوا معاها الرقيقه والغليظه، كي تجي طيبيها وحده تسبق وحده وما تجيكش مليحه ولا تجيك معجنه. ملا هنايا التشيشه تاعي انا كي نطحنها نديرها في المجمد، كي تولي عندي كميات نديرها في المجمد ولا الفريجيدير، باه تبقى محافظه ما توليش فيها ريحه تاع الغمال ولا يجيها هذاك البوفرطط. قبل لا نبدا نطيبها ثاني نزيد نقيها كيما راكم تشوفون، نقيها نقلع فيها كاش حبه تاع شعير كاش صفا، ونزيد ثاني نغسلها مليح 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 قبل لا نطيبها، لانه كيما راكم تشوفوا فيها كي الغراء، هذاك الغراء يخلي لي التيشه تاعي معجنه وما تجيش مليحه. انا اليوم درت لكم واحد الوصفه تخلي لك هذا التيشه تجي كيما الطعام مزربعه وطايبه وناشفه وشابه. اليوم درتها لكم هي طيب هكا تشيشه وحدها، ولا ديريها بالخبيز. الاصل في الوصفه هي بالخبيز. انا اليوم درت لكم السلق. نغسلها للمره الاولى باش يطلع هذاك الصفا، شوفوا يطلع الصفا، اي حاجه ما راحتش مع السيار تجي هنايا تهود مع الماء. نغسلها للمره الاولى. اللي يتناول التشيشه مفلقه لا يصاب بسرطان القولون، والنساء لا يصبن بسرطان الثدي، لأنه هذيك القشرة هذيك الألياف الخشبية اللي في القمح وخاصة اللي في النخالة، احنا رانا نتناولو قاع الحبة اللي في النخالة فيها أعلى نسبة من المغنيسيوم، وهو مهدئ للأعصاب وخاصة اللي عندهم توتر عصبي. القمح غني بالفيتامين B1 B2 B3 وفيه الأملاح المعدنية. التشيشة هي مصدر ممتاز لزيادة مستويات الطاقة، لأنه فيها فيتامينات ولتحسن من عملية الهضم، وهي جيدة للشعر وحصى المرارة والحماية من الزهايمر. هنا نغسلو للمرة الثانية لأنه الماء ولا بيض، لأنه هذاك الغراء اللي فيه يولي يخرج، باه تولي التشيشة مفلقة تاعي تولي حبة بحبة وما توليش متلاصقة ولا متعجنة. هنا نغسلها مليح. شوفوا درك تروماركو نديرو نقارنو بين الماء الاول والماء الثاني. الماء الاول راح منه الصفاء وراح منه قاع الوسخ اللي طلع الفوق، والماء الثاني راح منه هذاك الغراء اللي يخليها تولي لي متلاصقه. نقبض الربطه تاع السلق تاعي، انا قلت لكم في الاصل هي بالخبيز مش متوفر عندي، درت السلق. نقبض السلق نقيه مليح، نقلع دوك الاغصان اللي ماهوش مليح، نخلي الاوراق اللي مليحه ونستعملو نقطعو ونغسلو كيما كنت تشوفون راني نقطع فيه، ومن بعد نغسلو مليح من التراب. نروح للمقادير الوصفه: 3 ملاعق زيت، عبارة تشيشه مفلقه، حبه بصل صغيره، ملح، سلق، شويه دهان في الاخير نستعملو.
ندير عبر تشيشة بزوج عبار ماء. هذا العبر الأول تاع الماء، هذا العبر الثاني. نزيد ندير عليه حبة البصل بارد في بارد، ونزيد ندير كمية الزيت حوالي 3 ملاعق من الزيت. نزيد ندير الملح ونديرهم فوق النار يغليو مليح مليح حتى يطبخوا ويغليو، باش نولي ندير في التشيشة تاعي. نحط العبار تاع التشيشة بعد اللي يطبخ، نزيد العبر تاع السلق، نبلع عليهم في الكيكوطة مدة 20 دقيقة، ونخليها تتفلق على نار هادئة. بعد اللي طابت نحل عليها. لاحظوا هنايا ما تلصقش خاطش كانت على نار هادئة وتفلقت في هذاك الماء اللي طابخ. ندير لها هذاك الدهان باش تبقى هكاك مزربعة ومفركتة، ما توليش معجنة. هذه هي التشيشة مفلقة بعد اللي طحنتها لكم في القرويشة ونقيتها وغسلتها. طيبتها لكم بطريقة ناس تيرت، ناس الغرب. هذه طريقة نديروها بالخبيز، وانا اليوم درتها بالسلق. ان شاء الله فرجة ممتعة وتكونوا استفدتوا من المحتوى. ما تنسوش ديروا الجيم للفيديو، واللي ماهوش مشارك يضغط على الجرس به ابوني ويوصلكم الجديد. أودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو آخر، والسلام عليكم.